بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل الفراخ المشوية. جايبة صدرين فراخ مخلية وقطعتهم وبشرت عليهم بصلاية وليمون وملح وفلفل. هنعمل إيه بقى التتبيلة بتاعتنا بتاعت الشوي؟ هناخد معلقة كاتشب كده حلوة ومعلقة مستردة والتوابل بتاعتي عبارة عن توابل شاورما، توابل بتبقى يعني بريحة توابل الفراخ اللي هي الشاورما، فلفل اسود، كاري، سمان، توابل كفتة مشوية. ده سر في الفراخ المشوية اللي انا هعملها. كل دي من كل حاجة معلقة صغيرة. وده ديمي-جلاس، ولو مفيش ديمي-جلاس ممكن نبشر مكعب ماجي. وده السمان. هحطهم كلهم كده مع بعض وهقلبهم كويس جدا. يبقى احنا حطينا مستردة وكاتشب والتوابل بتاعتي اللي احنا قلناها، وبعدين هاخد الفراخ بالطريقه دي كده وهقلبها كويس جدا مع الخليط ده. كل ما هسيب التتبيله دي مثلا ساعتين على الاقل هتشرب منها، وما اجي اشويها هتدي طبعا ريحه جميله قوي وهتبقى سهله عليا. وممكن احط لو متوفر عندي زبادي احط معلقتين زبادي عشان الفراخ تبقى طريه. بس هي الصدور بتبقى طريه لان انا مقطعاها وهي صدور مش ناشفه، يعني الصدور دي كويس. وهسيبها تتبل وبعدين نرجع نعملها بقى. اوريكم بعد الساعتين هنعمل ايه في الشوي بتاعها ان شاء الله. كده بقى وانا حطاها على الشوايه بحطها تقريبا ربع ساعه او تلت ساعه. بحطها على الشوايه اللي هي بتتحط على البوتاجاز، وبعدين ممكن بعد ما بخلص بحط لها كمان فحمايه بتديها ريحه جميله قوي. هنعمل بقى مع الفراخ المشويه المحشي. المحشي طبعا زي ما احنا عارفين بنبقى حاطين البصل مع الطماطم المسبكه، وبحط معاه الخضره بتاعتي بتبقى شبت وبقدونس وكزبره وبقلبها كويس جدا. والبصله بحط بصله نيه بعد البصل اللي هو متسبك احط معاه التوابل وبقلبه كويس جدا. واهم حاجه الزيت في المحشي بيخليه مفلفل وطعمه جميل. زي ما انتم شايفين بقلبه كويس قوي كده. هنعمل النهارده بقى محشي ايه؟ بتنجان، ومحشي بتنجان ابيض وبتنجان اسود، وهنعمل محشي الفلفل، وهنعمل محشي الكوسه. طيب طبعا كلنا بنعرف نعمل المحشي دوت اللي هو ده سهل في حشو. انا بقى القعر بتاع الحله انا عملته هنا في طاسه غويطه. حطيت قلب الكوسه وفلفل اخضر وفصوص توم وشويه من الخضره. دول بيدوا ريحه حلوه جدا للمحشي. نحشيه مع بعض كده، ممكن نحشيه بالمعلقه او بايدينا. واهم حاجه ان انا اخلي المحشي واقف جوه الحله، ما اخليهوش مكربس على بعضه عشان ما يعجنش. بيفرق جدا في طعم المحشي. يعني يبقى مترصص ارصص لكم صف كده. لما اجي احط له الشوربه كمان ما احطش ميه كتير علشان ما يعجنش، لان الخضار اللي هو المحشي والكوسه والبتنجان من المحشي اللي هو ما بيحبش ميه كتير. والفلفل او انا مش بشيلها قوي، بروح استخدمها كده واروح مطلعه القلب الابيض واروح حاطه الرز فيها. فزي ما احنا شايفين بنوقف المحشي بنوقفه كده، ما بنحطوش بقى ورا بعضه عشان ما يعجنش. بعد ما اخلص هوريكم. وزي ما احنا شايفين كده صورنا المحشي، قصدي حشينا المحشي وحطيناه بالطول علشان ما يعجنش. والشوربه ما تبقاش للاخر،
يعني تبقى مغطية نصه. وبعد ما اسويه ان شاء الله هوريهولكم. المحشي اللي احنا عملناه كوسة وباذنجان، فهقدمه لكم بقى مع بعض. يا رب كده الوصفة تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم. نحط بقى فحماية على الفراخ اول ما يخرجها من على الشواية. وبعدين زي ما احنا شايفين بقى قدمنا معاه كوسة وبتنجان وفلفل. وبألف هنا وتقولوا لي رأيكم ايه.